مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير وصحة وفي أحسن حال. يا رب يكون الشتا جو حلو عليكم كده ويعدي بسلام وأمان من غير أي برد ولا أي حاجة. يا رب، يا رب يعديه بخير كده علينا ويكون الجو حلو علينا وعلى أولادنا وامتحاناتهم كمان تعدي بسلام وربنا يرضيهم ويكبر خاطرهم. هنا أنا معايا منين الأفران وصفة النهاردة، وصفة سهلة وبسيطة وبنحتاجها دايما، وكل الحاجات اللي بنستخدمها فيها موجودة في البيت، وهو حقيقي أرخص كتير وأنضف كتير من بره. بنحتاجها لو انتي عايزة تفطري، لو في العشاء، لو عاملين فنجان شاي وعايزين ناكل أي حاجة معاه. وصفة سهلة وبسيطة وحلوة قوي وموفرة عن بره كتير. يلا نشوف هنعملها ازاي بمنتهى السهولة. شايفين تسويتها حلوة ولونها جميل وكانت ريحتها حلوة قوي قوي في البيت. والله بتملى البيت خير، الخبيث بيملى البيت خير. يلا نشوف هنعمل الوصفة الحلوة دي ازاي. هنا معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، معايا معلقة سمسم محمص طبعا، معايا هنا كوباية قشطة، قشطة اللبن الحليب، ومعايا كمان نص كوباية دي قشطة على لبن، ومعايا هنا الكوباية دي فيها معلقتين سكر حبيبات. عفوا. هنا بقى هضيف ذرة ملح. تمام كده، وهبتدي اجهز الخميرة بتاعتي. انتي لو متأكدة منها مفيش مشكلة اختبريها برضو مفيش مشكلة. هنا انا حطيت ربع الكوباية مية وضفت اللبن اللي عليه القشطة، نص كوباية صغيرة ده لبن على قشطة، وده كيس خميرة معايا. هنا هفضي كيس الخميرة على اللبن والمية، وهدوب كويس قوي السكر والخميرة مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هركنهم كده شوية صغيرة بس بعد ما ادوب كويس قوي السكر، عشان السكر ده حبيبات والمية فترة واللبن فاتر، يعني زي دمعة العين كده بالظبط. عشان لو اللبن سخن او المية الخميرة طبعا مش هتديني اي نتيجة. الوصفة دي سهلة جدا جدا واقتصادية كتير قوي. ما نشتري المنين ده من بره سعره غالي، لكن هو في البيت سهل وبسيط واقتصادي قوي. هنا انا ضفت المعلقة السمسم على الدقيق. عايزة تزودي والله سمسم عن كده زودي، دي حاجة ترجعلك. انا اكتفيت بالمعلقة دي بس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البسكويتات والمنين والقرص والحاجات دي سهلة جدا جدا، لو عملناها في البيت هنحس ان هي اقتصادية وهتدينا كمية كويسة وهتبقى اوفر كتير. فياريت الحاجات دي نعملها في البيت، هتبقى احسن لينا وهتبقى احسن للولاد طبعا، هنبقى مطمنين بياكلوا ايه. هنا بقى هنزل بكوباية القشطة بتاعتي، وضروري في ملاحظة القشطة مش عايزاها جامدة، لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، علشان لو جامدة هتغيب قوي في ان احنا تخمر وتديني نتيجة كويسة. فلازم اخرجها من بدري واخليها في المطبخ علشان خاطر تديني نتيجة كده مظبوطة. هنا انا ضفت الكوباية دي، وكمان معايا هنا نص كوباية صغيرة زيت نباتي، يكون نوع جيد يعني. والله لو انتي مش عايزة تستخدمي زيت خالص يبقى هتزودي شوية القشطة او هتضيفي معلقتين سمنة او زبدة. انا ضفت معلقتين عفوا نص كوباية الزيت دي علشان خاطر برضو تديله ايه، تديله قرمشة خفيفة. هي طبعا لو انتي حباه دايب خالص يبقى هتستخدمي كله قشطة حليب او زبدة او سمنة، البدايل
معروفة وسهلة جدًا لو أنتِ عايزة تبدّلي أي حاجة بحاجة تانية. هنا القشطة بتاعتي أنا هافضل كده أفرُك فيها في الدقيق لغاية ما تختفي خالص، أنا عايزة الدقيق كلّه يتشرّب من القشطة دي. هابتدي كده آخُدها واحدة، واحدة الكوباية دي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السوايل بقى اللي أنتِ عايزة تضيفيها أنتِ حُرّة فيها، عايزة تضيفي لبن، عايزة تضيفي مَيّة، والله المتوفّر عندِك استخدميه. هنا كانت الخميرة بتاعتي عملت فوم كده وهي كده تعتبر تمام، هانزل بيها على كيلو الدقيق بتاعي، وهابتدي كده بقى أعجن لغاية ما تدّيني عجينة كده حلوة ليّنة، يعني المفروض من 7 دقايق ل10 دقايق تعجنيها كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو افترضنا ان انتي مش بتحوشي قشطة اللبن الحليب كده زي ما انا بحوشها، هتستخدمي هتستخدمي سمنة، هتسيحيها على النار بس طبعا مش هتبقى سخنة قوي، هتبقى هادية، وهتبتدي تستخدمي الكوباية دي على كيلو دقيق. لو انتي بقى عايزة تستخدمي قشطة مفيش مشكلة، عايزة تستخدمي زيت نباتي نوعه جيد وهو المتوفر عندك استخدميه، يعني ما تقفيش على حاجة، الوصفة هتتعمل بكل الحاجات دي. هنا ضفت مع كوباية بنفس الكوباية اللي أنا كنت عاملة فيها الخميرة، مليتها مَيّة ونزلت بيها برضه على كيلو الدقيق، وابتديت برضه أكمّل العجن بتاعي. يبقى هتضيفي الكيلو الدقيق كوباية سمنة، أو كوباية زبدة أو كوباية قشطة لبن حليب، تمام كده. هتضيفي كمان نص كوباية صغيرة زيت نباتي نوعه جيد، لو مش عايزة تستخدمي الزيت هتكملي سمنة أو زيت، سمنة أو زبدة عفوا، أو قشطة الحليب. القشطة دي على فكرة لما بتحوشيها، لو انتي طبعا بتحبي تشتري اللبن حليب، بتستخدميها في حاجات كتيرة قوي، وأهمها المنين لأنه بيديكي نتيجة حلوة جدا 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 بالقشطة. كده أنا كملت ورجعت لكم تاني عشان ما اطولش الفيديو عليكم. اديتني كده العجينة الحلوة دي اللي هي بتلزق، لأ هي يعني عجينة حلوة كده ولينة زي ما إحنا كده شايفين، ما شاء الله عليها كانت تحفة جدًا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنسيبها كده شوية وبعد كده هابتدي أقطّعها، من الوصفات السهلة الحلوة جدًا، جدًا، جدًا. سِبتها كده شوية لمّا خمرت، وبعد كده ابتديت هنا أنا كنت ابتديت خلاص أقطّع. التقطيعة دي ترجع لِك، عايزاها قطعة صغيرة، عايزاها قطعة كبيرة، زي ما أنتِ بتحبي قطّعيها. أنا هنا قطعتها وكانت قطعة متوسطة، ولا هي كبيرة ولا هي صغيرة. وطبعًا بعد ما بتخلّصي التقطيع بتسيبيها شوية صغيرة، يعني حوالي كده ربع ساعة، وبتبتدي تشغّلي الفرن بتاعِك. هنا الصينية ما بادهنهاش أي حاجة لأن هي نفسها عجينة غنية فيها الدهون بتاعتها كفاية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولو انتِ كنتِ عايزة تحشيها عجوة، ملبن، اللي انتِ بتفضليه برضه، أو عايزاها سادة كده زي ما أنا عملتها. هابتدي برضه كده أكمل العجينة بتاعتي. هي الكيلو على فكرة بيطلّع كمية حلوة أوي، ولو أنتِ عايزة تقطّعيها صغيّر هيطلّع لِك الكمية يعني الوحدات كتير، لأ هتطلّعيها متوسطة، دي حاجة ترجع لِك. وزي ما إحنا كده هنشوف دلوقتي هيخرّج لنا كمية ما شاء الله عليها كمية ممتازة، ومش مكلفة خالص. تقريبًا كده صورة التليفون كده فيها صورة الكاميرا فيها حاجة، فالصورة تبقى مش واضحة شوية، باينة كده مش واضحة شوية.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والتقطيع بتاعها سهل ما بياخدش وقت خالص، أهو كده بقت واضحة. دي برضه صينية تانية، وكده كنت دخلتها الفرن على درجة حرارة 220. وطبعا انتي أدرى بالنار بتاعتك، زي ما احنا شايفين كده تحفة جدا جدا ما شاء الله. يا رب الوصفة تعجبكم، ويا رب دايما تستفيدوا من وصفاتي. اللهم بارك، كانت تحفة.